أقول وأوضح أن القرار لم يكن فرديا، لم أتخذ قرارا للعودة من البحر لأستمر في الأسطول من موقعي في البر، لا، هذا قرار تبلور بعد نقاش جماعي مسؤول بين المتطوعات والمتطوعين وبين المسؤولين عن السفن، المسؤولين السياسيين والتنظيميين والمسؤولين التقنيين واللوجستيكيين. ثم نقاش آخر بين المتطوعين ومسؤولي السفن من جهة، والقيادة العليا للأسطول المتمثلة في اللجنة التوجيهية. نوقشت الأمور عقب عاصفة تعرضت لها، فاجأت سفينتنا وهي سفينة تحمل اسم علاء الدين القدس، وترتب عنها ما ترتب، ونتحفظ عن بعض الأمور مؤقتا، لكننا نعاهد المغاربة على أننا سنكشف عن كل التفاصيل. تركيز الاهتمام يجب أن يكون على الوضع في غزة، والذي من أجله تشكل هذا الأسطول أصلا، وبهذه الأهداف التي قلناها أصلا. ولذلك ندعو ألا ينجر المغاربة إلى نقاشات هامشية مزيفة ومفتعلة من قبل جماعة كلهم إسرائيليون بشقيها، سواء كلهم إسرائيليون ديال القرعة وكلهم إسرائيليون ديال الحياة المزورة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. تحية لمشاهدات ومشاهدي اليوم 24. جيت باش غادي ندلي بواحد التصريح نسلط الأضواء على الأسطول العالمي لكسر الحصار على غزة، و يعني ما رافقه من تغطية إعلامية، وما رافقه من نقاشات مع وحتى